أقول. طيب اسمعني، أنت تدري وش معنى كلمة النصر بالإنجليزي؟ أبو حلا حتى بالإنجليزي وش معناها النصر؟ أبو حلا جاوب على السؤال، جاوب على السؤال، جاوب على السؤال، جاوب على السؤال. نادي الهلال لما استدعوه قطر عشان كأس العالم، ترى نادي الهلال بإمكانه يرفض، زي ما أنت رفضت تلعب بالسودان بسبب افتتاح ملعب، ولكن عدم ذهابك أكد لنا أنك أنت يعني بالعربي تقول ما صديقنا لنا من زمان، وفيصل بن تركي قالها، قال ما اسمعني، لا تقعد تهرب للامام، عندكم لا تهرب للامام، لا تهرب للامام. وش معنى انا علمتك بواقعتين. طيب ليش وش معنى اسم الناصر بالانجليزي؟ جاوب على السؤال، لا تهرب. لا تهرب. وش معنى كلمة الناصر بالانجليزي؟ الاول شوف يا ابو حلا، انت جاوب على السؤال، جاوب على السؤال، لا تهرب يا ابو حلا، لا تهرب. وتعطيني مخارج وتطلع لي محور ثاني. ليش امتنعت جاوب عن على السؤال، جاوب على السؤال. وش معنى ابو حلا لماذا نادي النصر؟ جاوب على السؤال، جاوب على السؤال. وش معنى كلمة النصر بالانجليزي؟ ابو حلا حبيبي، اي معناته انك ما تهرب للامام. اساس وش قال اي شيء انا ما افهم فيه اسال ابو حلا، فتبين ابو حلا انه من الجيل القديم، ولكن اذا اردت اخفاء معلومات وحقائق فانت اعلامكم يعني اللي يخفي كيف انشقيتوا. طيب عن لماذا الشباب؟ امتنعت؟ اعلامكم يخفيه الى اليوم، يخفي كيف انشقيتوا عن الشباب. طيب كويس. الحقيقه المسكوت عنها. انا بقصر صوتي. انت في يوم من الايام قلت من نقل المباراه الى المجمعه، في يوم من الايام لماذا امتنع ابراهيم؟ عرفنا ابراهيم اللي نقل. طيب لماذا امتنع النصر عن الذهاب للسودان بسبب حفل افتتاح ملعب، مع العلم الدعوة وجهت لنادي النصر كون السؤال عشان اجاوب لك. وش معنى انا قلت جاوبت على نقل المباراة للمجمع وما جاوبت. انت تعطيني 20 سؤال وانا سؤالي لا ما اعطيك. لماذا النصر بالانجليزي؟ وش معنى كلمة النصر بالانجليزي؟ شوف ابو حلا، اذا انت بتجاوب التاريخ ترى سؤالي واضح، لا تلف وتدور. جاوب على السؤال. انت اشار اليك بالبنات. انا قلت لك لماذا النصر تستعين بصديق، ترى عادي تستعين بصديق اذا ما عندك معلومه. طيب لما عسكرت بتبوك، تذكر النصر عسكر بتبوك ايام فهد بن سلطان وما زال امير لمنطقه تبوك، تذكر معسكركم؟ لماذا خرج عبد الرحمن بن سعود آنذاك وقال نسمع صوت فحيح حيايا، وكان هناك خلاف، مع العلم العضو الداعم اللي ذيك الحقبة كان أمير تبوك فهد بن سلطان؟ عطني أسباب، هل لحقت على الشيء ذا ولا لا؟ أول شيء أنت تهرب للأمام، كل شيء تعطيني سؤال. حقائق يا أبو حلا. أنا أقدر أعطيك 20 سؤال. يوم الوليد بن طلال يطالبكم بالسلفة حقته، ممتاز هنا ودخلك من 20 سؤال. أنت عجزت تجاوب على سؤال. إيش معنى النصر بالإنجليزي؟ كلمة النصر الوليد بن طلال دقيقة. الوليد بن طلال تسمح لي استقرار؟ لا بس السؤال عشان ابين لك حاجه. لا 20 سؤال وانت عايز. لا بجاوب عشان يرتاح الحك اللي داخله. بس دقيقة، هل الوليد يعطيكم 5 مليون وطالبكم ترجيع نهاية الموسم، وإذا ما رجعتوها تعمد نشر الخطاب حقكم في الإعلام، والحين تقول الوليد يدعمنا. وين هل غاب الوليد عن بن طلال عن دعم الهلال؟ ايه غاب. متى؟ عطني السنوات اللي غاب. السنين كلها، وإذا أعطاكم يعطيكم سلفة 5 مليون سلفة ويقول رجعوها آخر الموسم. طيب قضية حمد الله من تسبب فيها بعد؟ جاوب على سؤالي، جاوب على سؤالي. طيب انت قضية حمد الله 600 سؤال في لحظة يا فقط. طيب جاوب على سؤال. أنا ماني بجاوب على سؤال. لماذا تم ابعاد عضو النصر بالانجليزي؟ وش معنى كلمة النصر بالانجليزي؟ دقيقة. عضو شرف داعم ب70 مليون ريال، شاء من شاء وأما بن أبى، العضو الذهبي تم ابعاده. اعلامكم مبلعن خطابه يطالبكم باسترجاع السلفه 5 يا ابو حلا سلفه يدعمك ايام مجد وايام يوم كان يسافر بالطائرات المذهبه وكربات مذهبه، يدعمكم 5 مليون. انت رجل يبدو انك بعيد عن مشهد النصراوي. انت اللي بعيد عن مشهد حق فريقك. خلي النصر ما تعرف الوليد وش كان معكم. انك تعيش مع نصر الماضي، يبدو انك عاشق لنصر الثمانينات. انت عجزت تجاوب على سؤالي واحد وعطيتني 20 سؤال.
ويوم قلت لك الوليد انا سالتك عن معسكر نادي النصر، وانا سالتك وش معنى النصر بالانجليزي؟ بالله انك قلت لي لا اعلم شيء عن نادي النصر، وانا وقدام اساس معناته انت عارف النصر. لا ما تعرف انت عجزت تجاوب على سؤالي واحد. انت تعيش جيل الثمانينات، بنفس الوقت ترفض الاعتراف بالماضي والمستقبل لك مجهول. انتهى النقاش. شكرا. ولا والهلالي لازم تحجر له عشان لا يعطيك 20 سؤال. والله تحجر له يا اساس ابو حلا بالله دقيقه يا سقراط دقيقه. وش الاثراء المعلوماتي اللي انا مني عرفت النصر بالانجليزي يعني عشان تعلمني حرف الفي يعني؟ هذا ما معلومه. هذا يقول معليش دقيقه الرجل فيكتوري. طيب وبعدين يعني هو اللي يقول حرف الفي من السودان. لا حرف الفي من اوكي مثل سالفتك. لحظه ابو حلا مثل سالفتك تقول شيول. هذه فيها معلومه بالله. شيول اي نعم. كريك او كريك هذه فيها معلومه بالله. هذه معلومه. لا هذه مهم معلومه. هذه تبادر لاي واحد يشوف. من العلي العظيم اقول ابو حلا لو اني اسمع لو اني مشجع نصراوي اول ما بلك انت واساس. الرجال يقول لك يسالك عن تاريخه، يقول لك جاوب على السؤال. لازم عندك النصر بالانجليزي علشان تثبت لنا الشعار الفي يا رجل بالله. هذا منطق يا ابو حلا. انت ما عندك ديمقراطيه، سقراط عنده ديمقراطيه. مو قصه ديمقراطيه يا ابو حلا. الرجال يسالك عن تاريخ، انت تساله عن شعار الفي اللي بتيشيرتك. انا واساس اثنين ابو حلا ما انتم مستحملين. الله يجزاكم خير حبيبي. ابو حلا ابى امثل على اسم بنيتك الله يخليك. تخيل اجيب لك كرتون حلا اقول شلون طعمه وتقول الكرتون هذا وش اسمه بالله. هذا مو منطق بعد والله. يسالك عن تاريخ يا اخي. يا اخي لا يسالك عن تاريخ وانت ما تبي تجاوب. انت تتهرب يا ابو حلا بحرف الفي. ما تهرب ما يبي يجاوب خلاص. لا ما تهربت انا. هو عطاني 20 سؤال وانا يوم ذكر شو اسمه يقول محطوط في هذه عشان السودان. قلت انت تعرف وش معنى كلمه النصر بالانجليزي؟ راح يسرد لي 20 قصه. رحنا تبوك ورحنا ما ادري وين ليش دقيت عند النقطه هذه؟ شو ما ادري وين. لا سؤال يا ابو حلا. انا هروب للامام. لا ابو حلا هو رد عليك على سالفه الكريك. بس انت شعبت الموضوع وخليت الله بلا قصه. ما شعبت. هو اللي شعب يا شباب. تسمعوا لي كلمه تفضل يا سيد. عشان ودي اقفل. شوفوا لا بس خلونا نتكلم بعقل وبمنطق يعني فيه يعني وعي عالي جدا. شوف ترى الشعارات اللي قاعده تسويها الانديه زي الفتح والهلال هم اللي تقريبا طلعوا شعارين جدد. حلو. هذه في النهاية لها قيمة. القيمة هذه ترفع من قيمة البراند الهلال وبالتالي تصب في الناتج المحلي السعودي. تراها انت اللي اخذت لفه مو بحنا يا اساس. انت اللي اخذت لا انا اقول لك معلش المرور زميلك اسقط. معلش زميلك اسقط على الشعار وانت ترجع. خليني اكمل عشان تفهمون. فلذلك لازم نرفع حنا كسعوديين من الشعارات السعودية سواء تمثل أندية أو المراعي كمثال يعني خارج الرياضة أو STC. أي براند سعودي لازم نحاول نرفع من قيمته سواء هلال ولا غير هلال. هذه كلمة حق لازم أقولها أنا بحكم أني أنا كذا يعني هذا اللي أنا أهتم فيه قبل الرياضة. بس شكرا لكم. نشكركم يا اخوان على انكم تحملتونا. لا ابو حلا سامحونا اذا ابوه تجاوز الدنيا ولا منا. نظل اخوان ابو حلا الحمد لله. الله ان اخوان من دون الكوره كلها. بس اسمع جميع الحقائق اللي ذكرت ترى التاريخ محفوظ ومدون وايا كان سواء انا ولا انت. التاريخ صدقني يكتب. التاريخ يكتبها المنتصر يقولها. ولكن من كان يظلل الشارع الرياضي بسبب أخطاء أو فشله حتى أبنائنا الآن يحسبوننا على ما فعلنا لهم على الفرص اللي أتت لنا وما استغليناها. لذلك هم يتعلمون من أخطائنا. ولكن حين نسأل من أبنائنا عن بعض الأمور نوضحها لهم
لأن هذه حياتهم القادمة. لذلك أنت تظلل جيل قادم في نادي النصر. الله يسامحك، المعلومات ما تهم الجيل، ولكن ما يحدث. الله يسامحك، أنا ما ظل دقيقة، ولا عندي حتى مظلة. دقيقة أبو حلا، ما يحدث في مجريات النصر في آخر مباراة بتسرب بعض الجماهير بمطالبات برحيل الإدارة، بعدم حضور المباراة، تم الاستعانة ب أنتم جماهيركم شجعت أوسان وقالت العالمية صعبة قوية، جماهيركم شجعت الفريق الخصم قدام. حنا تجاوزناها في مرحلة وحققنا إنجازات. الله أكبر، الله أكبر. ولكن أنت ما من جهتكم غفور رحيم، ولكن نتكبر ويتعاد أنت الآن يا أبو حلا، أنت الآن في تصنيف الاتحاد الآسيوي حطوك بالتصنيف الرابع، حنا 2023. الخبر هذا تنفيه أو هو صحيح؟ تفضل. ما اطلعت عليه عشان اقول لك الصراحه. عاد مشكله والله يا ابو حلا، انت وش فيك؟ حاط صوره عبد الله ثريان، انت ما عندك نت، انت ما تقرا، ما تعرف نادي النصر يلعب ملحق، وش وضعك؟ لا ادري. طيب وراك تجحد يا مسلم. انت سالتني سؤال محدد وانا جاوبت. انا قلت لك هل نادي النصر في التصنيف؟ قال لا اعلم فقد افتى. انا اعلمك حاجه ما ادري عنها. تعلم نادي النصر بيلعب ملحق اسيوي؟ ايه ادري. طيب مع اي فريق تبي تلعب؟ اعتقد الفائز فريق اماراتي واوزبكي مدري الوحدات الاردني. يعني مش الوحدات الاردني؟ لا الظاهر قبلها فيها الظاهر، واللي يفوز يلعب مع الوحدات وكذا. يعني انا سمعت اذكر اول الشارقه الاماراتي والوحده الاردني، الفايز منهم قال لي واحد لا فريق من طاجكستان الظاهر هو اللي بارد. طاجكستان ظاهر قبل يلعب الفايز من يلعب مع الشارقه الظاهر، وبعدين يصفي ثاني مره الظاهر كذا. الحين الاتحاد الاسيوي يدخل فرق من دول ثانيه، صارت الملحق صار شويه طويل. لا صار 40، عباره عن مجموعات نفس اللي 21 لما لعبتوا مع الوحدات الاردني وفاز عليكم، والمباراه الثانيه تعادل معكم، وهو من دول الاتحاد اللي يشارك ببطولات الاتحاد الاسيوي. نفس تذكر مباراتكم مع الوحدات الاردني ذهاب وإياب؟ نفس تم ضم عشان دمج 40 نادي صار يشارك بالشرق والغرب، ولكن دور 16 ما في شرق وغرب، راح يتم دمجهم. النهائي احتمال تشوف نهائي سعودي بين الاتحاد والنصر او النصر والهلال عكس البطولات السابقة. فهمت الله يجزاك خير. ابد، واي معلومة حنا جاهزين، حنا نعطيك ارقام حقائق، حنا ما نزور بالتاريخ ولا نلعب فيه. حتى لو كان التاريخ هذا يدينا يا ابو حلا نقوله عادي. نعم تاريخ هذا يذكر يعني. البطولات انا اذكرها. طيب متى بدا الدوري؟ اذا قلت راح تكون نكبه عليك يا ابو حلا. انت قل لي متى الدوري بدا. مو مصلحتك. انا سؤال والله العظيم مو مصلحتك يا ابو حلا. اذا قلت انا نسفت نص بطولاتك ترى. طيب انا اسال سؤال بس. والله يا ابو حلا انت حاط صوره رمز عبد الله ثنيان، كل شيء عندك رمز ابو محمد. رمز. حتى دقيقه ابو حلا، ما لعب 5 سنين وبس في النادي. ابو محمد الله يستر بكره. تفضل يا ابو احمد تفضل. انت قلت ان دوري ابطال اسيا من دور 16 وانت رايح بتكون كلها ما في شرق وغرب. اي نعم. حلو ابو حلا. نعم. انا والله اول مره اسمع المعلومه ذي. ابو حلا نعم. الان راح عذركم. اوكي. عذر وش؟ العذر اللي كنتوا تعبروا فيه المساحات في كل مكان، ان اسيا ضعيفه مع فصل الشرق والغرب. الان وانت مشارك في الملحق، شوف ركز وناديك في الملحق مو في المجموعات مباشره. وفي الملحق هل الان تتوقع ان البطوله بيحقها النصر مع هذا القرار الجديد؟ انت اكتشف انها ضد جزء اقول هذا في علم الغيب، احنا نقول ان شاء الله شيء في علم الغيب. لا يدينون انفسهم بانفسهم، ترى هم يطقطق على نفسه وما يدري، هو لا شعوريا ما يدري انه يطقطق على نفسه. تخيل يقول يا اخي هذا ضعيف وهو ما وصل، يلا وصل نص نهائي وطلع. رايد
يردد يقول ضعيف، يعني انت اضعف. ابو حلا هو كان يقول لك راح اذركم صح؟ يوم جاء يقول لك ان البطوله صارت ما عاد هي قويه، ما عاد هي ضعيفه، صارت قويه، يلا ورش يوم تذكر. لا 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 اسمع 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 لا 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 اسمعني 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 اسمعني. انت لما تنقز وتنسل الكلام على هواك، لا والله ما احنا انت اللي قلت مو انا. اصبر دقيقة حاجة في علم الغيب التاريخ نبي ياخذها فريق ولا فريق. دقيقة ابو احمد انا اوصل له فكرة. ابو يا اخ اساس. لا اسمعني شوف لا اساس قال انتم تقولون، ما قال احنا نقول، قال انتم تدعون. اي احنا نقول طيب دقيقة ورنا شطارتك بالجاية وخذها. اسمعني اوريك شطارتي. طيب حط ميوت عشان تسمعني، اوريك شطارتي. اوكي يلا ما اقدر اقول اوكي وانا حاط ميوت. يلا قبل فصل الشرق والغرب الهلال محقق البطولة 6 مرات، ما بين دوري ابطال اسيا وما بين كأس الكؤوس وكأس السوبر. 6 مرات قبل فصل الشرق عن الغرب. بعد فصل الشرق عن الغرب الهلال حقق بطولتين. وين وش هي؟ وين 6 مرات؟ اي 6 مرات. لا اوكي، ومتى حققها؟ عدهن حقتها الهلال. يلا كل مشاركات باسيا. لا هو يقصد بجميع مسمياتها ولا دوري كأس الكؤوس والسوبر نفس وضعه. بس قالها اساس انت شكلك ما تسمع. هو قالها يعني هو اسمع رايد والله رايد اسمعني رايد. شوف والله العظيم اسمع اساس والله انك سامع اللي قلت وانك فاهم اللي قلت، لكنك تبغى تلف وتدور وتروق على اساس تطلع نفسك. اصبر على اساس امام الجميع انك انت ما فهمت. انا قلت لك قبل فصل الشرق والغرب الهلال حقق 6 بطولات، فيما ذلك كأس الكؤوس وكأس السوبر ودوري الابطال. طيب السوبر والكؤوس اسمعني لا تحرف. اسمعني لا تحرف على هواك وتحول الموضوع الكلام عشان تاخذ اللي يعجبك وتخلي اللي ما يعجبك. انا قلت قبل فصل الشرق والغرب الهلال حقق 6 بطولات، وبعد فصل الشرق والغرب حقق الهلال بطولتين. الان ابغى انت اسمعني عشان اسمعني. الدوري نتكلم عنه، ما نتكلم كأس الكؤوس والسوبر. السوبر وكأس الكؤوس ما تغير شيء. صح. وين رحت؟ كيف ما تغير يا اساس؟ كانت في قيمه السوقيه، القيمه السوقيه لدوري الابطال كانت ضعيفه جدا، مو زي المستوى الحالي. فهمت؟ هاي القيمه السوقيه بس وكانت لها بديل. معليش اساس لا نقدر نلف وندور طول عمرك. انت تلف وتدور لما حجرناك باي تاريخ. ما نتكلم عن تاريخ، احنا نتكلم عن عدد. ظلمتني. ما ظلمناك. هذا انت من اليوم تلف وتدور ما خليت الرجال يتكلم ولا خليته. لا والله واضحه كلمتي. السوبر وكأس الكؤوس ما لها علاقه بالكلام اللي احنا نتكلم فيه. انت تتكلم عن الدوري لانه كان في فصل شرق وغرب. الان الدوري ما عاد في فصل شرق وغرب يا عزيزي. كان يقول لك قبل عمليه الفصل يا اخ اساس الهلال محقق 6. وين الخطا في كلامه يعني؟ لا احنا نتكلم عن الدوري مو ب6. كأس كؤوس وسوبر هذه ما تحسبها المفروض، لان ما كان فيها فصل شرق وغرب. صح؟ ما اختلف نظامها. مو من ضمن دوري ابطال اسيا يعني. لا ما لها دخل بدوري الابطال. صدق. دقيقه اسمع انا ولا من ضمن امتيازات. اصبر دقيقه احمد ابو احمد دقيقه. ولا من ضمن امتيازات دوري ابطال اسيا. صحيح؟ لا ما لها دخل بالامتيازات. احنا نتكلم عن السوبر يلعب البطل من هنا ومن هنا. يا عزيزي يا اساس انت على اي اساس رحنا كاس العالم 2000؟ ايه الحين صح كلامك، الحين صح، بس اللي قبل شوي دقيقة. رايد يا اخي اسمعني اساس. لا اصبر، نزلت انا من السير ابو حلا عشان اسمعك بس. ابو حلا هلا بكم هلا.
انا اول مره اشوف جيل قديم صاحي للحين. انتم كنتوا تنامون بدري، ايش اللي خلاك تسهر لسه؟ سقراط اسمعني دقيقة. ابو حلا، ابو شيخكم يقول نروح ننام بدري ولا نروح نطلع للخارج؟ طيب اسمع دقيقة. اساس الحين يقول يعني شوف النصراوي سرعان ما يناقض رأيه. لا سقراط عدلها لك صح، وانا اقول معه حق، بس انت لا تعد كأس الكؤوس من ضمن الابطال. اي صح يعني، بس سقراط عدلها قال لك ليش؟ لانها هي اللي تأهل. انا اتفق. طيب انا شوف انا اتفق معك يا اساس، كلامك كله على متمه. الهلال قبل فصل الشرق والغرب حقق بطولتين دوري ابطال اسيا، وبعد فصل الشرق والغرب حقق بطولتين، المجمل 4 بطولات. اوكي ايه صح. بينما ناديك لا قبل فصل الشرق، لا قبل الفصل ولا بعد الفصل، منذ تأسيسه دوري ابطال اسيا لم يحققها. نقطة اخر السطر. ايه صح. طيب وش تبغى تطلع اللي انا ابي، شوف اللي انا ابي اطلع به وانتم فهمتوه وعارف ان الصوت. ابو حلا سم الله عدوك، جبت لك اخوي يحيى، هذا معد نفسي عن طريق القياس. اذا عندك اي مشكله خصوصا يعني مع الحقبه اللي عشت فيها ودائما تعيش بها، وهذا غلط ترى. انت لازم اليوم تعيش دوري 2024 بعد الدعم وبعد الامور، وانت شايف اللعيبه ننقص سنه، يعني ننقص سنه 23 نروح ل 24. ممكن يتكلم. الظاهر انك انت المفروض تروح ليحيى، لا مدري شو اسمه، خليك صوره وتاخذ صورتك. انت الحين ما تدري احنا باي سنه تقول 24 دوري 24 ما تدري. اي ابو حلا هذا اسمه دوري 23 24. لا هو سحب على 23. حسبنا متى ينتهي الدوري يا ابو حلا؟ هو يحسب ما في يا اخي السؤال جاء متى ينتهي الدوري يا ابو حلا؟ ابو حلا 23 متى يبدا الدوري؟ متى ينتهي يا بعد راسي؟ متى يبدا؟ المفروض تنقز الغالي ابناخي. متى يبدا الدوري بالعاده؟ يا بعد حي انتم ميتين. اسمع ما تدري حلا متى يبدا الدوري. الغالي يا الغالي، انت متى ينتهي الدوري السعودي؟ انت يا الغالي متى يبدا الدوري؟ 23. اوكي احنا قلنا لك وضحنا لك 23 24 في اي شهر؟ بقلت صيف 23. يا ولد بالله العظيم انت يا ابو حلا في شهر 8 صح؟ اي بس متى ينتهي؟ متى ينتهي طيب؟ هو يقول اذا دوري 24 ما قال ينتهي بشهر 9 يا ابو حلا يعني. لا يا ابو حلا ما هو منطق كلامك يا رجل. ما قال له دوري 24. بطل دوري هي قال له دوري 23 24 الموسم القادم 24 25. عليك لمبه صفراء. احنا ايش نقول لك من اليوم؟ حلا انا اشوف اقدر انك مواصل وذا وضغط ممكن يعني، ولكن الحين اللي الاتحاد حقق دوري 22 اسالك جاوب. بوم وش هو؟ بوم لا 23 ما يقال سنه طيب واحدة. لا يقال محقق دوري 23. وش يا ابو حلا تسوق؟ لا هذا غلط، اتحداك يحسب كذا. يعني وزاره الرياضه هم غلط وانت صح يا ابو حلا. يا اخوي هذا الموسم كذا كل العالم، مو انت بس. اذا انتهت 23 على خير. لا اله الا الله يا رب الله يعينك على نفسك يا ابو حلا. يا رجال دقيقة ابو حلا ترى ابو حلا اول واحد نصراوي. النصر غاب عن دوري 2020 و21 22 23. هو ما يبي السالفه دي، يبي ان الدوري النصر غاب 3 سنوات، مع العلم هو 4 سنوات. ابو حلا يقول ليش انا اقدم 4؟ فهو يتذاكى بحيث تصير 3، بينما هو 4 سنوات. رجال محسسني ان الدوري مدته شهر. ايش بلاك ابو حلا؟ لا اذا قال 3 انتم بعد تحسوني يا ابو حلا يبدا بيناير وينتهي في فبراير. يعني النصر بطل دوري 18 19. ايه قالت كذا. ايه يا اخوي ارجع ل شو اسمه، ارجعوا للسجلات. انتم شكلكم ما اصبر رايد. ابو حلا انتم اعلامكم حاطين يا اخي اسمعني يا 1905 وضعيف 1406 طيب اوكي طيب صح انت صح وحنا غلط. من هداف 23؟ السؤال وش انا ما ادري وش السؤال الحين. ابو حلا انا اسالك، من هداف دوري 23 هداف الدوري من؟
يقال 22 23. لا ابي هداف الدوري 23. ما في شيء اسمه 23، يقال 22 موسم 22 23. ليش ما تذكر حمد الله؟ منو الهداف؟ حمد الله. حمد الله يقول كان قال قبل شوي. ايه لا اقول يقال له دوري 22 23. انتم بروسكم يقالوا الى الحين. ايه بس الله لا يوليكم على مسلم. امين. لا السلام عليكم. قالوا ليه بروسنا يعني. انا وياكم ان شاء الله. انتم هو يقول يقال له وانتم قلتوا على طول كلكم قلتوا يقالوا، ما يحرفون الكلمه عن مواضعه. يا ابو حلا تم. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. دورك ساك طيب. بخير وعافيه. ايش عندهم متجمعين عليك النصارى الهلاليه هذولا؟ الله يهديهم، ما ادري وش قصتهم، نحبهم حنا عشانهم جيراننا. ابو حال انا ودي امشي والله، بس اخاف اني اترك كل حالك عندهم. لا امشي. لا بأيدي امينه يا اخ اساس بأيدي امينه، ما عليك لا تخاف. انتم مضبوطين. 23 ما خلص عنده، انتبه باقي له امل. انتم الدوري عندكم 24 بدأ، ما ادري شلون بدأ وحنا بشهر الحين 7 23. يا لله العجب. الدوري 24 بدأ عندكم، ما ادري شلون. احنا في اشرح لهم يا ابو حلا، ما يعرفون. دخلنا في 7 9 يبغون اسمع ابو حلا. الزمن هذول ابو حلا سابقون الزمن. ابو حلا تم. خلك من دوري 23، خلك من دوري 22. تم. انت ما صدقت على الله انك تطلع من الموضوع وتطلع لي في موضوع ما تدري ايش تبغى فيه. انا سالتك سؤال انت واساس وعلى طول طلعت لي موضوع ثاني. انتم يا النصراويين كنتم تقولون اسيا بعد فتره الشرق والغرب بطوله ضعيفه ما تصلح نشارك فيها، صح؟ لا ما قلنا ما تصلح. احنا قايلين ما قالوا 17 دوري، اثرهم يحسبون السنه بسنتين، يحسبون 16. يا ابو احمد لا تحسبوا الدبيخي على بندر الدبيخي، لا تحسبوا على ابو حلا. انا مسؤول عما اقول ولست مسؤول عما يقول الاخرون. بالله علمهم ابو حلا، ما يعرفون 22 من 23. انا مستغرب صراحه. يقال له موسم 22 23، ما يقال له موسم 22 بس. اتحدى اي مصدر اعلامي او موقع اخباري يقول دوري 22. طيب انت مستحيل. طيب دقيقه ابو حلا، دقيقه تخرجت من الثانويه العامه صح؟ ما يكتبون لك 17 18 مثال؟ ايه حسب السنه الهجريه تختلف عن الميلاد. لا هلا تختلف. الله يهديك يا ابو، تختلف الله يخليك لي. ولا بعد هذه ما عندك معلومه عنها؟ السنه الدراسيه دقيقه، السنه الدراسيه تختلف عن الموسم الرياضي. لا نفس الفكره لان كله سنه هي تبدا. انت صادق، هي تبدا ب 23. عشان كذا دائما احداث 2023 على خير ان شاء الله. اذا حطيت على الاخبار والدوري شغال 2024 يقول لك احداث 23 وسالوه قال حدث رياضي، انت تقول غياب النصر عن 4 بطولات اثناء 23. خلاص 23 خلصناها كحدث رياضي، صح انه بدا ب 22 ولكن اختتم متى؟ 23. اذا اسوأ مرحله المسلي انا المعمر وجماهير النصر دوري 2023. الهلال كان مكبل فيه والنصر والله حلو. اذا اسوء مرحله وانا جايب هنا الوصيه في زين على 40 نقطه وانت اللي جبت 3 حراس اجانب، هذه كلها متى؟ 2023. يا زين اذا كانت اسوء مرحله النصر وانا جايب هنا الثاني يعني على وصيف الدوري فرحان وتطق صبع وحنا على وصيف. لا هو يقول تقول ليش تستانسون؟ مو بطوله هذه. ما استانست، هو يقول اسوء. انا مستانس الحين. لا بناء على قياسه هو يقول اسوء مرحله للنصر. يا حبيبي ترى شوف يا ابو حلا ترى اكثر عار على نادي النصر بطوله الموسم اللي راح. جميع الانديه مكبله عنده البطوله ملمعته وقدامه، تعال خذها. ارجع دائره التحكيم 13 بلنتي. يرجع دائره التحكيم يا اخوي. نرجع دائره التحكيم. كان الريال بطل الدوري يا ابو حلا. الله يرضى عليك. رايد اصدم لك ابو حلا. افوت بشدار 95 ميلادي كانت 1415.
حينها حصل على نادي النصر على كأس خادم الحرمين الشريفين 3-1. تذكرها يا أبو حلا ولا لا؟ عام كم؟ 95 ميلادي 1415 هجري. ايه اذكرها. تذكرها؟ ايه ممتاز، واعي بالغ عاقل. كنت راشد طيب اقدر اقول النصر حصل على 1416 على البطولة دي. لا احنا من اول ما نعرف الميلادي، تعرف انت كانوا يقولون 1401 دوري 1402 ابو حلا ابو حلا شوف مواعيد المستشفى آنذاك موعد المستشفى كان مستشفى الملك فيصل التخصصي، صح ولا لا؟ كان يستخدم التاريخ الميلادي. البنوك آنذاك كانت تستخدم التاريخ الميلادي. انت فكرك لما مدرس يكتب على السبورة صح كان يكتب التاريخ هجري. كان كل شيء بالهجري. لا بالبنوك راتبك تاخذ بالهجري. اجازاتك بالهجري. طيب ما نعرف ميلادي. انا قلت لك البنوك والمستشفيات المواعيد. انا جيري ما يعرف ميلاد. وشهادة الميلاد اللي عندك طلعها الآن تجد. ما جيري ما يعرف الميلادي. لا انت ما عندك شهادة ميلاد. الا بس اقول لك جيلي ما يعرف الميلادي. ما عليك من جيلك، انا اللي قاعد اقوله معك. وكنا نداوم انا شوف كنا نداوم السبت. شوف ابو حلا ما هي مشكلتي على ذي. كنا نداوم السبت والخميس والجمعه عطله. هي مشكلتي انت حط صورة عبد الله ثنيان يا رجل. انت تذكر ولا ما لحقت عليها انت؟ كنا نداوم لحقنا على دوام السبت يا ابو حلا. وكنا لا شكلكم ما انتم ظاهر من الجيل اللي هذه تحسب لك بطولة يعني يا ابو حلا. لا بس اشوفه يقول الهجري ما كان ما الميلادي. كانت البطولات نحسبها الهجري. نقول دوري 1400 دوري 1402. ابو حلا احنا لحقنا الدوري اللي بث على قناه الاولى والثانيه الغالي. وتابعنا الدوري. احنا نعدل الاريال. كنا نعدل الاريال الى جت مباراه الشوط الثاني على القناه الثانيه. ابو حلا انت انك شجعت النصر هل صار عندك تخلف رياضي بالعربي من الاخر يعني في البلاد ولا ايش؟ لا يعني انك انت لما شجعت نادي النصر عكس اللي شجع مثلا نادي الهلال. وكنا نتابع الدوري الايطالي، كنا نتابع احداث في اسبوع. ما شاء الله عندكم بين ذيك الايام كانت بين شغال. انت تابعت تلي ماتش اول شيء ما شاء الله كنتوا تتابعون بين ذيك الايام في الثمانينات. طيب تابعت تلي ماتش انتوا؟ لا كانت يا ابو حلا كانت قناه لا انا بجي الدوريات الكبرى على قناه كان الخليفي والجزيره ما في بين. ابو حلا عام 83. ايه صح ابو حلا. تذكر تلي ماتش تذكرها ولا لا؟ تسني اذكر تسني يمكن انت ما عندكم تلفزيون، ما عندكم شيء. علمنا يا اخي. انت ما ادري انا اذكرها زي الحلم كذا. يعني كان عندكم تلفزيون انت اول ولا توكم من لا عندنا نت. ذيك الايام كان عندنا نت ما عندنا تلفزيون. لا صحيح ما امزح معك ابو حلا. وانا اقول لك شلون عندك تلفزيون؟ يعني وين عايشين في الربع الخالي ولا وين عايشين؟ طيب رادو كان عندك الرادو والذياع. اي الرادو كنا نتابع مباريات في الرادو مربع ايوه مربع واحد 2 وربع 3. طيب كويس. والشوط الثاني نشوفه بالمسجل. انت طيب كنت تشوفون الشوط الثاني بالمسجل ولا بالرادو بعد؟ طيب ايش كنت تسمع اذاعات عالميه؟ تسمع رادة اذاعه لندن هنا لندن الاخبار ومونت كارلو ورادو كندا. انت انسان زينا زيك. وفيروز نسمع وفيروز وكلثوم وعبد الحليم حافظ. لا ما انا ما اعرف عبد الحليم حافظ وام كلثوم ما لحقت عليهم. لحقت على فيروز وصباح ومساء. صباح ماتت اقول الله يرحمها. سميرة توفيق حيه الى الان. ام غمزه ذيك. ومياد الحناوي. مياد طيب انت كويس يا ابو حلا. ايش اللي كل هذا انك شجعت النصر صار عندك يعني عزلة. الحمد لله انها الفطره التي قادتني الى. لا الفطره السليمه. لا لا ندخل الدين الاسلام. لا بس مش الانديه. السلام عليكم. هلا يحيى علي يا ابو حلا. دقيقه اكتمل التحقيق. طيب بصموا على اجاباته خلاص انتهى الموضوع.
يحيى كيف حالك؟ هذا حبيبي. شلونك؟ ظهر اول ما انت تبدا باخوينا يبي تسوي على الصابر. خلاص بصم لهم على اجابات. الصابر يمكن الجيل هذا ما يعرفه، الجيل هذا ما يعرف الصابر، عاد كيف اشرح ما ادري شلون. وين راحوا؟ تصبحون على خير يا شباب.